السلام عليكم ورحمة الله حبيباتي في الله. أنا البنات واش راكم حبيباتي؟ اليوم راني جبت معاكم الخبز بطريقة غير العادة، طريقة رائعة جدا. شوفوا البنات كيف راهو جاي خبز خفيف وبسيط ورائع جدا، نستعملوه كوجبة لأولادنا. طريقة سهلة ورائعة جدا، سندويتش خفيف ورائع جدا محشي غير بالفرماج وشوية تاع باذنجان. الطريقة هذه شوفوا البنات كيف راهو جا لون رائع جدا ومعمر بالجبن، راهو رائع جدا. الطريقة هذه بنات نكونوا تحصلنا لنا بريوش محشي خفيف بالفرن غير بالفرماج، نديروه كسكروت العشية لوليداتنا، رائع جدا بالطريقة هذه. شوفوا حبيباتي نروحوا طريقة التحضير، نقعدوا معايا تشوفوا طريقة التحضير كيفاه. هنا راني عندي غير كاس تاع الماء، مغرفة تاع الخميرة، وربع فنجان تاع الزيت، ومغرفة تاع السكر والفرينة. راهي عجينة سهلة بسيطة جدا وبيضة. راح يجيكم الخبز تاعكم هشيش وطري رائع جدا. هنا راني استعملت كاس غير شوية تاع ماء يكون دافي، وربع كاس تاع الزيت، ومغرفة تاع السكر. وراح نستعمل مغرفة وشوية تاع الخميرة تاع الخبز تاع الدار. الطريقة هذه نديرو خبز رائع جدا. شوفوا البنات، ونروح ندير البيضة، نروح نحل البيضة، نستعمل البيضة كاملة. هنا راح تجيب الخبز تاعنا هشيش وبنين، نخلط مليح حتى تذوب الخميرة مع الماء. نزيد ندير الفرينة، نروح نصب الفرينة. هنا راح نستعمل فرينة، نخلط فرينة البنات، نبدأ غير نخلط، نجيب الفرينة نصب الفرينة ونخلط في الخبز تاعي باش يجي الخبز تاعي رائع جدا هشيش. هنا خلط مليح، نزيد نضيف الفرينة. هنا البنات الفرينة استعملت حوالي 3 كؤوس تاع فرينة في كاس تاع الماء اللي راني استعملته. الطريقة هذه هنا نزيد نخلط مليح، عندي غير مغرفة نخلط بها، راح نستعمل يدي. العجينة تيبس شوي، نستنى حتى العجينة تيبس شوي هكا بالفرينة ونروح نخلطها بيدي. طريقة سهلة، يعني خبز رائع جدا، تستعمليه خفيف، تستعمليه كوجبة. نخلط مليح. هنا العجينة راح نخليها طرية البنات، باش من بعد راح ندير لها الخبز بعد ما تخمر راح ندير لها الملح. هنا في البداية راني ما ملحتش، هنا نستعملها نخلطها. شوفوا البنات كيفاه راهي طرية خلاص. ونحاول نروح نغسل يدي ونعاود لميتها. بعد ما لميتها خليتها نحطها تخمر، نغطيها بساشي ونزيد نغطيها بالقطعة القماش ونخليها ترتاح. هنا عندي الفرماج وحبة باذنجان، هذا الحشو اللي راح نستعمل. صدقوني البنات باذنجان مع الفرماج يجيكم بنين ورائع جدا، راح يجيكم بالطعم في الخبز خفيف روعة. الطريقة هذه من غير بصل، من غير ثوم، من غير فحات، ديروا غير حويجة، ديروا غير حاجة خفيفة وسهل واقتصادي وراح يحبوه ولادكم. الطريقة هذه هنا نقطع باذنجان، راح نقطع رقيق بالشكل هذا، راح نقطع غير رقيق خلاص، وراح نقليه في الزيت. راح نديره في الزيت تقلالي حتى يذوب الباذنجان. عباك البنات الباذنجان فيه طعمة رائعة جدا في القلي. بالشكل هذا نروح نقطعه غير رقيق بالشكل هذا بالطريقة هذه. نزيد نحاول غير نقطع. هنا كملت قطعتها، نروح نديره في المقلاة، ونروح البنات نروح نصب عليه شوية تاع الزيت وشوية تاع الملح ونروح نقليه. هنا نستعمل الزيت بزاف باش ما يجينيش ميدوب.
بالشكل هذا راح يجي طعمته رائعة جدا مع الفرماج. شوفوا البنات، احنا راني كملت قليتهم مليح في الزيت حتى ذاب، عطى فيها واحد البنة رائعة الباذنجان بصراحة مع الفرماج. بالشكل هذا خلط مليح. احنا البنات راني استعملت عفوا باذنجان مقطع رقيق. نروح نجيب الفرماج، نروح نحله. الفرماج اللي عندي هنا راني استعملت الفرماج هذاك اللي يذوب. الطريقة هذه هنا تقدروا تستعملوا أي فرماج يكون، أي نوع تاع فرماج يكون عندك. الطريقة هذه نحط الفرماج هنا البنات حتى نكمل الفرماج تاعي كامل بالشكل هذا. نزيد البنات هنا راني حطيت الفرماج الجبن، ونروح غير نحاول نمسو. هنا راح نستعمل شوية تاع الزيت فوق الفرماج باش يذوب لي الفرماج مليح. هنا استعملت غير كمية تاع قليلة تاع الزيت، ونزيد نصب عليها من بعد شوية تاع زيت باش تمعس لي الفرماج مليح بالشكل هذا. ومن بعد راح نخلطه في الباذنجان ونرحيه، نحاول نمعسو كامل مع بعضه باش يجيني معوس ومخلط الجبن مع الفرماج بالشكل هذا. نزيد نصب شوية تاع زيت، هنا راني صبيت البنات شوية زيت فوق من القطع هذاك تاع البطاطا، نرحو به البطاطا بالشكل هذا. نخلط مليح، نحاول نستعمل مليح، نخلط مليح، نمعس الفرماج مع باذنجان. راح يجيكم خبز رائع جدا، بنته رائعة جدا. البنات هنا ما راح نستعمل لا فاح لا والو، هنا عندي غير كمية تاع شوية تاع فلفل اسود راح يعطيني بنة مع الباذنجان مع الفرماج روعة. نحاول نزيد نمعس خلط الفرماج هذاك مليح. احنا بالشكل هذا كملنا الفرماج تاعنا، وخليت فيه شوية قطع تاع الباذنجان ما معستوش ما رحيتوش مليح. نروح للخبز تاعي، نجيب هنا الخبز بعد ما خمرت العجينة. شوفوا كيفاه البنات راهي طلعت مليح. نزيد ندير لها شوية تاع الملح ونروح نعجنها مليح، ونضيف لها شوية تاع فرينة نيبس الخبز تاعي باش ما يتحلش كي نحشيه بالفرماج. نحاول هنا البنات انا درت نص مغرفة تاع الملح بالشكل هذا. نخلط توا الخبز تاعي ونروح نحاول نعجن مليح، نخلط الملح مليح ندخله في الخبز بالشكل هذا. طريقة رائعة وسهلة وبسيطة وما تديش منك الوقت خلاص. نحاول البنات هنا نروح نزيد نضيف شوية تاع فرينة ونروح نعجن الخبز مليح. هنا حل الخبز هنا البنات شوفوا البنات العجينة كيفاه راهي طرية بالشكل هذا. نستعمل الفرينة ونعجن لم العجينة حتى نتحصل على العجينة رطبة وسهلة. الطريقة هذه هنا البنات العجينة كملت، بعد ما كملت استعملتها أنا نزيد نضيف شوية تاع فرينة هنا ونروح نقطعها إلى 3 قطع. أنا راح نقطع العجينة تاعي إلى 3 قطع خبز باش نحشي الخبز تاعي بالشكل هذا. نحاول نديرهم قريصات صغار 3 بالشكل هذا ونلمها مليح، نعجنها مليح بالطريقة هذه ونزيد نستعملها مليح كامل بالشكل هذا. ندير شوية تاع فرينة باش تحلي العجينة مليح ونلم الخبزات بالطريقة هذه. هنا الخبز راني راح نخليه البنات خشين شوية، مانيش راح نرقو مليح، ما نرقوش راح نخليه خشين ونديرهم برقوشات صغار محشيين بالفرماج يجوكم روعة الطريقة هذه. شوفوا حبيباتي في الله أنا استعملتها 3
نفس الحجم بالطريقة هذه. ونروح نحل الخبز تاعي، نجيب الحلال ونروح نحل الخبز تاعي وراح نحشيه بالفرماج. هنا جبت السنيوة اللي راح نطيب فيها، نستعملها ندير لها شوية تاع فرينة باش ما يلصقش لي الخبز فيها، عجينة طرية بالطريقة هذه بنات. ونجيب هنا الحلال ونروح نحليت. بعد ما حليت العجينة شوفوا البنات هنا راني ما استعملتهاش رقيقة بالشكل هذا. وندير الفرماج، نحشي الفرماج في الخبز تاعي، يعني طريقة سهلة خلاص، من غير ما نشكلوا في العجينة، من غير ما نديروا أي حاجة، نديروا طريقة، نديروا واحدة فوق واحدة بالطريقة هذه باش يلصقنا ما يخرجش الفرماج من الخبز تاعنا. ونقطع الأطراف هذوك باش يجوا محشيين مليح بالفرماج بالشكل هذا. ونلم الأطراف هذاك باش ما يخرجش ليه من الأطراف من الخبز بالطريقة هذه. ونكونوا كملنا الخبز تاعنا ويجي خبز رائع جدا وبنين روعة مع الفرماج والباذنجان. نروح نحطها وراح نقلبها على الجهة الأخرى بالشكل هذا، نقلبها تجي روعة. هنا البنات هنا نحط القرص الأولى ونزيد نحط الثانية والثالثة بالشكل هذا حتى نتحصل عليه. هنا نزيد ندير، هنا بقت لي آخر حبة، تفضلت شوية تاع الفرماج راح نستعملو الطريقة هذه. ولا جبن عفوا فرماج ولا باذنجان بالطريقة هذه. راح نقطع غير الأطراف هذوك اللي ما كفانيش الجبن فيهم، راح نقطعهم باش يجي الخبز تاعي محشي بالكامل الخبز اللي استعملته بالطريقة هذه. ونروح ندير الخبز تاعي ندهنه بالبيض وراح نحطه يطيب، راح يطيب يجيك مروعة البنات بالشكل هذا. شوفوا أخواتي في الله هذه كيفاه راني لصقتها من غير بيض من غير ملح، العجينة طرية راح تلصق في بعضها. وزيد راح نقلبهم في السنيوة بالشكل هذا. هنا راني كملت من البنات الخبيزات تاعي، ساندويتش خفيف رائع جدا. هنا نزيد نروح ندهنهم ما درت لهم، يعني خبز عادي وخفيف وبنين بنة روعة فيه بصراحة، بنة رائعة جدا بالفرماج هذاك اللي في الوسط تاعو مع الباذنجان. هنا عندي بيضة، حبة تاع البيضة راح نحلها مليح بالفرشيطة، الفرشيطة نحلها مليح ونروح ندهن بها الخبز تاعي ومن بعد نروح نحطو يطيب بالشكل هذا. الطريقة هذه حبيبتي في الله. شوفوا البنات الخبز كيفاه راهو جا روعة ذهبي لون شباب ورائع جدا. هذه الطريقة هذه وشوفوا البنات جا خفيف وشيش ورائع جدا الطريقة هذه. ونروح نقطعو نقدم لكم الخبز تاعي. شكرا لكم البنات، تشوفوا الطريقة كيفاه راهي جات حبيباتي في الله. ما تنسوش لي هاك الجام فضلا وليس امرا. الى الملتقى ان شاء الله. نشوفوا البنات كيفاه راهو جا الجبن فيه يخرج منه رائع جدا الطريقة هذه يجيك خبز روعة. أتمنى أنكم تجربوا. إلى الملتقى إن شاء الله حبيبتي.